من ابو طشت في قنا زميلنا الاعلامي والصحفي الكبير الاستاذ سيد خميس طبعا اتصل بينا وله منا كل التحيه والاحترام في قريه الصباح في اليوب محافظه القليوبيه. 35,000 نسمه، والناس كانوا بيطالبوا ان يكون عندهم مركز شباب. ما فيش مركز شباب في القريه. عموما وجهوا صرخه للسيد وزير الشباب والرياضه. نشوف ماذا قالوا ثم مباشره الى الممتاز به بعد الفاصل. الصورة أبلغ تعبير عن الكلام. ليست هناك كلمة تعبر عن مطالب أهل قرية الصباح أبلغ من الصورة اللي حضرتك شايفها دي. مفيش مكان للعب الكرة ولا ممارسة كرة القدم في البلد، لدرجة إن الأولاد الصغيرين زي ما حضرتك شايف بيمارسوا كرة القدم في الشارع، وحضرتك شايف العربيات معدية والناس اللي رايحة الغيطان بتاعتها وموتوسيكلات. يعني ممكن أي واحد من دولت يتعرض لكسر في رجليه أو لا قدر الله تحصل له إصابة من عربيه ميكروباص ولا من موتوسيكل ماشي عشان بيلعب كوره. هو حق لعب الكوره ده مش حق مشروع في البلد. الناس الكبيره كمان بتلعب في الشارع، احنا عشان نلعب واحد زيي او تحتي او اصغر مني، الناس اللي بتعرف تتحرك لازم نروح نلف في بلاد تانية. يعني احنا اقرب ملعب لنا حلابه 5 كيلو، قلمه مفيش لها مواصلات اصلا، اليوب 6-7 كيلو عشان نروح نحجز هناك، واللعب كله بيبدا من بالليل، مفيش لعب في فتره الصبح خالص. طبعا انت عارف ان احنا في اشغال. المشكله عندنا الرئيسيه ان احنا دلوقتي في عهد السيد الرئيس السيسي ومعانا وزير الشباب الدكتور خالد، بنقول له انظروا لنا بنظره عطف. الارض عندنا موجوده، الشباب زي ما انتم شايفين. انا ابني بقطع من قوتي كده واديله عشان يحجز في نادي الساعه ب 80 جنيه عشان ما ينحرفش لا يمين ولا شمال. احنا بنعاني من مشكله كبيره جدا اللي هي مركز شباب. انا عمري دلوقتي 35 سنه، من ساعه ما طلعت مفيش مركز شباب في البلد. رغم من كده ان احنا عندنا قطعه ارض تمام هي ملك الاواف، يعني عندنا فوق ال8 فدادين. رحنا نلعب في قلمه السنديون بنلم بعضنا 80-60 جنيه وما بنلاقيش حتى نلعب فيها. حتى هناك بنلاقي ملعب محجوز هناك، فاحنا عشان هنا في ملعب في الصباح هنا مركز شباب نلعب فيه عشان ما فيش نادي هنا يضمنا ولا نلعب فيه، وبنخرج بره نضطر نلعب في النوادي اللي بره وما بندفعش اقل من 80-90 جنيه عشان نلعب، ويا ريت بيعاملونا معامله حلوه عشان النادي مش في بلدنا. بجارة قلم تتحقق أمنية ومطلب مشروع ويكون في مركز شباب بقرية الصباح. عمرو الشيخة لكورة بلدنا.